هو عارف وانا عارف ما بينه وبين بعض، لكن حنا متفرسين في بعض وعارفين حنا لو احتجنا بعض بنلقى بعض. رح يا ولدي وقض لزومك، والله يبارك في اللزوم اللي يفرج فيه عنك وعن. يقول واخذ ال 250 الشيك هذا واصرفه واخذ هذا واودعها في بيت التمويل على اساس نحولها. يقول وانا داخل بيت التمويل فيه شخص اسمه محمود بحبة شرار مدير الإدارة القانونية، شفته تو معين في بيت التمويل واروح له. أنا صرفت الشيكات الآن وجاية في الحساب. شافني وسلمت عليه قلت يا أستاذ محمد الوضع كذا وكذا وأنتم مدير الإدارة القانونية وهذا وفلوسي عندكم وورثنا عندكم والعقد واضح وحنا يعني كل الإجراءات باقي أشياء بسيطة. قال أفا خذ يدي وادخل بي على رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل. ذكر اسمه نسيت مدير الإدارة. يقول يوم دخلت عليه قال لي هالحين الرجال فلوسه عندكم وحصته هو من ورث أبوه لو أعطيته هي الحالة فقط غطى